السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم بقناة وصفات علا الحج. اليوم إن شاء الله حنعمل مع بعض هالكيكة الفخمة هذه، كيكة البراونيز، من أفخم وأطيب أنواع كيك الشوكولاتة اللي ممكن تعملوها. طبعا محبي الشوكولاتة واللي بيعشقوها زي حالاتي حيكونوا مدمنين عليها. كتير جربت وصفات للبراونيز وحاولت دايما بدي أوصل لأفضل نتيجة. وصفة اليوم هي الأفضل بكل صراحة، من أفضل الوصفات اللي عملتهم. وصفة اليوم قوامها مميز جدا وطعمها ولا أروع. نبدأ بسم الله. أول إشي الشوكولاتة، ممكن تستعملي شوكولاتة دارك أو تستعملي شوكولاتة سيمي دارك يكون فيها نسبة حليب. الشوكولاتة اللي استعملتها اليوم فيها حليب 225 جرام من الشوكولاتة. بحتاج ل 150 جرام من الزبدة تكون بحرارة المكان. بدي 5 بيض برضو بحرارة المكان. نص كوب من السكر البني وكوب من السكر الأبيض. إذا ما عندكيش بني ممكن تستعملي كله أبيض. كوب طحين و3/4 كوب من الكاكاو المر. معلقة كبيرة من النسكافيه ويفضل يكون اسبريسو. معلقة صغيرة ملح، وبدي معلقتين من الفانيلا. أول شغلة أنا محضرة على جنب الصينية مقاسها 20 في 30، دهناها زبدة وحطيت ورق زبدة. ممكن تكتفي بدهن الزبدة لحاله، ولكن إضافة الورق بتسهل علي عملية رفعها بعد ما أخبزها، لأنه البراونيز ما بتنقلبش، الوجه تبعها هو نفسه الوجه حيضل، فلهيك بتسهل علي عملية الرفع. الشوكولاتة بدي أدوبها بحمام مائي. بحط في الكسرولة شوية مية بس تحت، وبخليهاش توصل للبولة، وهذا مهم لأنه أنا بدي أشتغل بس على البخار، فلهيك مية تحت ما توصلش للبولة. ضفت الشوكولاتة وضفت الزبدة وبضيف النسكافيه. النسكافيه دايما مع الشوكولاتة بيعزز الطعم وبيظهر النكهات للشوكولاتة. بدي اخد جزء من الكاكاو. الكاكاو عندي 3/4 كوب، بدي اخد تقريبا ربع اضيفه على الشوكولاتة والزبدة، وبضل احركهم على نار هادية لحد ما تدوب الشوكولاتة والزبدة بالشكل هذا. بتركها على جنب لحد ما تبرد. الآن ببولة تانية بضيف السكر، نوعين السكر البني والأبيض، وبضيف الملح والفانيلا، والمقادير بالتفصيل زي ما عودتكم مربع الوصف تحت الفيديو إن شاء الله. بحركهم مع بعض. والآن بدي أضيف البيض، إما بضيفه مرة واحدة أو بضيفه على دفعات. في البراونيز ممكن تستعمل المضرب اليدوي بالأغلب يعني، لكن اليوم حبيت أستعمل مضرب الكهرباء وبصراحة بيفرق. ضليت أضرب لما ضفت البيض كله، ضليت أضرب 10 دقايق، لأنه زي ما أنتم ملاحظين الوصفة ما فيش فيها أي روافع، لا فيها بيكنج باودر ولا فيها بيكنج صودا. هين القوام بعد ما مر 10 دقايق من الخفق. الآن بدي أضيف الشوكولاتة بعد ما بردت. وأنا عن تجربة لما استعملت المضرب الكهرباء فرقت الكيكة. ضفت الشوكولاتة، بدي أضرب ضرب بسيط بس إني أخلطهم. بعد ما خلطتهم بدي أضيف بالمنخل الطحين والكاكاو ونخلهم على الخليط. تمام هيك. الآن بالسباتيولا بدي أحرك بخفة من تحت لفوق شوية شوية بس أخلطهم مع بعض هيك. تمام. الآن بصب الخليط بالصينية، بدخلها بفرن محمياه من قبل 10 دقايق على درجة حرارة 170، تاخد من 20 ل 25 دقيقة بس. وهيك بعد ما طلعتها من الفرن، ومن أهم أسباب نجاحها أنها تكون طرية، يعني لما تطلعيها بيكون قوامها طري، فهيك بتكون تمام. بعد ما بردت بدي أقطعها. استعملت مسطرة عشان تكون القطع كلها متساوية. تمام هيك قطعتها.
وهيك جهزت البراونيز. بنصحكم انكم تجربوها. يا ريت تشيروا الفيديو عندكم، تنسوش اللايك والسبسكرايب للقناة. شكرا كتير لمتابعتكم، حياكم الله.